السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتسألني هنشوفوا كاس افريقيا بالكامل على ايه، وكمان كاس اسيا اللي هتكون في نفس التوقيت. ايه اسهل طريقة وايه الاقمار اللي نجيبوها عشان نتابعوا عليها البطولة في البيت؟ هقول لكم في الفيديو ده يا جماعة اسهل طريقة وابسط طريقة لمتابعة كاس افريقيا وكمان كاس اسيا معاها بالمرة. طبعا يا جماعة اسهل طريقة عشان تتابع عليها كاس افريقيا وانت في البيت على التلفزيون او الشاشة عندك هي اللي هقولها لكم دلوقتي. بصوا يا جماعة، القناة اللي شغالة قدامكم دي قناة الجزائر الارضي. القناة دي موجودة على النايل سات، ترددها 11680 افقي، معدل الترميز 27500. القناة دي هتذيع 17 مباراة من كاس افريقيا، منهم الافتتاح وقبل النهائي والنهائي وجميع مباريات منتخب الجزائر وبعض مباريات القوية في البطولة. طيب بالنسبة لنا احنا لمصر هتذيع لنا ايه في الدور الاول؟ هتذيع مباراة مصر وغانا اللي هتكون يوم الخميس الجاي غير الجاي الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، تقدر تتابعها عليها. طيب عاوزين نشوفوا بقية البطولة، لان طبعا لما تذيع لنا مباراة في الدور الاول في مباراتين كده غير الدور الثاني وهيكون في مباريات، نتابعوا على ايه؟ اسهل طريقة عشان تكمل البطولة وانت في البيت مجانا، انا برشح لك قمرين: قمر اموس الاسرائيلي والقمر التركي. طبعا القمر التركي هينقل مجاني، ما بيحتاجش حاجه خالص، يعني لو جبته هتسمع ال 17 مباراه على الجزائر الارض اللي شغاله قدامك ديت، وبقيه البطوله هتتابعها على القمر التركي. القناه على القمر التركي اسمها قناه تي في 8.5. القناه قدام حضراتكم شغاله قناه تي في 8.5 وبتيجي باشاره عاليه خالص، خاصه في مصر اشارتها زي ما انتم شايفين. القناه قدام حضراتكم اسمها هوت اللي موجود اللوجو بتاعها على الشاشه. تجيب واحد بتاع دش او انت تطلع تظبط طبق عندك، بتيجي على طبق 70 او طبق متر او طبق اكبر، الطبق اللي عندك تجيب القمر التركي عليه وتتابع بقيه البطوله عليه على القناه دي. طيب مش عاوز تجيب القناه دي، ممكن كمان تجيب قمر اموس الاسرائيلي اللي جنب النايل سات، قطعه هتلزقها لقطعه النايل سات عندك في البيت وهتشغل قمر اموس، هتسمع عليه على باقه سبورت 5 او 5 سبورت. الباقه زايعه البطوله بحالها، بطوله افريقيا وزايعه بطوله اسيا بالكامل. يبقى تتابع ال 17 مباراه على قناه الجزائر وتتابع بقيه البطوله اما على القمر التركي او على قمر اموس. ديت افضل طريقه لمشاهده البطوله. اي استفسار او اي شيء انا تحت امركم على قناتي على اليوتيوب. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. شكرا.